يقول في الدعاء: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لماذا واقفين أنتم على الباب؟ توجهوا كالصلاة، لا تبدلوا عبادة الله. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، وقهر بقوته كل شيء، وخضع لها كل شيء وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. الحمد لله الذي غلب بجبروته كل شيء، وعظمته ملأت كل شيء، وسلطانه على كل شيء، وأسماؤه ملأت أركان كل شيء، وعلمه أحاط بكل شيء. هل أنتم استعرضتم في الأدعية نسبة الله إلى كل شيء؟ اقرأوا واسمعوا الآن. أعيدها من الأول. كثير من الأدعية أنا جمعت لكم مختصرا منها فيها التعرض إلى نسبة الله إلى كل شيء على الإطلاق. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، وقهر بقدرته كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. الحمد لله الذي غلب بجبروته كل شيء، وعظمته ملأت كل شيء، وسلطانه على كل شيء، وأسماؤه ملأت أركان كل شيء، وعلمه أحاط بكل شيء. الحمد لله الباقي بعد فناء كل شيء، وقد أضاء بنور وجهه كل شيء. يا من تواضع لعظمته كل شيء، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرض بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. الحمد لله دليل المتحيرين، وغياث المستغيثين، وصريخ المستصرخين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، وعون المؤمنين، وراحم المساكين، وملجأ العاصين، وغافر ذنب المذنبين، ومجيب دعوة المضطرين. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من يبقى هو ويفنى كل شيء.